السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يلا نبدأ مع بعض بسم الله. ان شاء الله نعمل مع بعض النهارده الفراخ المشوية زي ما انتم شايفينها كده، جميلة جدا، مشوية من فوق وتحت، وهنعملها على البخار. يلا بقى نشوف مكونات الفرخة بتاعتنا دي ايه. الفرخة دي كيلو 900، واحسن حاجة للشوي بتبقى كيلو ونص، بس انا ما لقيتش عند الفراخ دي كيلو ونص، فجبت فرخة ايه كيلو 900. دي كانت اقل حاجة عنده. جبناها طبعا وغسلناها كويس جدا ونقعناها في المية والملح والليمون وشطفناها كويس جدا وصفناها. عايزين نعرف بقى الخلطة بتاعت الفرخة دي. بصل بودر، توم بودر، زعتر، جوز الطيب، بابريكا، صويا صوص، دبس رمان، نص فنجان زيت ذرة، وربع فنجان خل، وكوباية زبادي، وفي ملح وفلفل وحبهان بودر، ومعانا بهار فراخ. يلا نشوف هنعمل في الفرخة ايه. هنقلبها على ظهرها كده وهنفتحها من الظهر بالسكينة كده بالطول. هنقطع دي وهنقطعها بالسكينة كده بقى من الظهر. طبعا انا كنت عاملة معاكم الفراخ المشوية دي قبل كده، بس علشان اتحط عليها موسيقى اتشالت حقوق طبع ونشر، فقلت اعملها معاكم تاني. هنعمل فيها ايه بقى؟ هنعمل فيها فتحات كده، هنغرس فيها كده بالسكينة عشان لما نعمل التتبيلة تخش جواها. هنقلبها برضو على الظهر كده على صدرها بقى كده، هنغرس فيها برضو كده بس كده تمام. يلا بقى نجيب معانا بولة تكون واسعة وننزل فيها بقى ايه بالحاجة بتاعتنا. اول حاجة هننزل بيها في البولة معلقة بصل كبيرة، بصل بودر طبعا، والباقي بقى كله هيبقى معلقة صغيرة. معلقة توم صغيرة، معلقة زعتر صغيرة، معلقة بابريكا صغيرة، رشة جوز الطيب حوالي ربع معلقة، معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة حبهان بودر. ننزل بقى بنص فنجان الزيت، ربع فنجان خل. هنقلب بقى علبة الزبادي الكبيرة دي، والزبادي ده هيطر لنا الفرخة، هيخلي لحمة الفرخة طرية جدا. معانا بقى معلقة صغيرة بهار فراخ اللي هي الأسياد، معلقة صغيرة صويا صوص، ودبس رمان معلقة صغيرة برضو شوية كده. هنقلب بقى كويس بالمضرب اليدوي كده، معلقة صغيرة ملح. بس نقلب بقى كل التتبيلة دي كده مع بعض. بس كده خلاص. يبقى الفرخة بتاعتنا كده نتبلها كويس عشان التتبيلة تخش جوه الفتحات. بس كده خلاص هي اتبلت. هنسيبها بقى ايه يا ليله كامله يا 5 6 ساعات، لو احنا مستعجلين.
دي الفرخه بتاعتنا بعد ما اتبلت نص يوم، تبلينها من بعد الفجر لحد ما جينا نعملها، تعتبر نص يوم. هنجيب معانا بقى صينيه، ويستحسن تكون سلستين عشان الالومنيا ما تسودش منك. هتحط عليها بقى شبكه كده، هنفتح الشبكه وهندهنها بالزيت، وعلى قد ما نقدر علشان خاطر ايه الفرخه ما تلزقش جامد يعني في الشبكه. بنعمل على قد ما نقدر يعني، ندهنها بقى وايه فوق وتحت كده. يلا نحط بقى الفرخه بتاعتنا. وتفرديها كده على الشبكه، واقفلي عليها ايه كويس، خدي جامد كده عليها. وهندخلها الفرن بقى على درجه عاليه لمده ساعه، وندهن برضو الفرخه بتاعتنا من فوق كده. بس كده تمام. هندخلها الفرن بقى على درجه حراره عاليه. عايزين الفرن بقالنا ربع ساعه. يلا ندخلها بقى الفرن. دي بقى شكل الفرخه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. ايه رايكم فيها بقى؟ جميله جدا. هنعمل فيها ايه؟ هنجيب طبق، هنعمل ورقه فويل كده زي الطبق، ونحط فيها حته فحمه، ننزل عليها بحته سمنه، وهنعمل كده ونغطيها بصينيه كده اهو، ونغطيها بفوطه علشان ايه الفحم ما يتسربش. ايه رايكم بقى في الفرخه بتاعتنا؟ حاجه كده جميله جدا وطريه، وما شاء الله لحمتها حلوه جدا. شايفين؟ ما شاء الله، الله اكبر، جميله جدا جدا جدا. تعملي معاها مكرونه ورز بسمتي، وبالهنا والشفا، صحتين وعافيه على قلوبكم. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناه لو اول مره تشوفوا. تحياتي ليكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.